ده فيديو عن ليه اغلب الناس مش بتعرف تكمل في البرمجه، وده انت قعدت تدور على احسن كورسات ورود مابس تبدا بيها في البرمجه، قعدت متحمس بتطبق بايدك وانت فاتح الكورس جنبك، واول ما تيجي تقعد لوحدك تنفذ حاجه تفضل قاعد بالساعات قدام صفحه فاضيه، تقوم قافل المشروع وتنطفي وتيجي تاني وتفضل الصفحه الفاضيه زي ما هي. احب اقول لك الصفحه هتفضل فاضيه وانت مش هتكمل في البرمجه، لكن الخبر الحلو انك ممكن تتفرج على الفيديو ده وهتعرف ازاي تبدأ، والأهم ازاي تكمل، والأهم ازاي تتعلم بطريقة مختلفة تميزك عن معظم الناس. بص، المنافسة بقت كبيرة، فانت هتحتاج خطة بديلة. يا عم شغل الطريقة السحرية لتعلم البرمجة العصرية ده، انت مين اصلا ولا بتبيع ايه؟ يا عم اصبر بس، الموضوع بسيط، هي معادلة سهلة. النجاح بيساوي قيمة زائد إبداع، وعشان تقدم قيمة يبقى لازم تكون سابق بخطوة، وعشان تقدم إبداع يبقى لازم يكون في بصمة ليك. هتعمل ده ازاي بقى وانت ذاكرت وبتطبق بنفس الطريقة اللي معظم الناس بتعملها؟ بص، الخطوات بسيطة. أول خطوة، اقعد مع نفسك، فكر في فكرة نفسك تنفذها، يعني موقع في مجال معين، موبايل ابلكيشن، أي حاجة شادة شغفك نفسك تعملها أو تعرف ازاي بتتعمل. وتاني خطوة وهي انك تسيرش عن التقنيات اللي الحاجة دي محتاجاها عشان تتنفذ. وتالت خطوة بقى وهي انك تدور على فيديو. شفت بقى انك مش مفيد يا ابني، انا مش فاهم منك اي حاجة. انا بس خلينا نتخيل انك دلوقتي واحد بتحب الكوره وعندك فضول تعرف ازاي الموبايل ابلكيشنز بتتعمل. يبقى اول حاجه هنعملها هنعمل سيرش بسيط جدا عن ازاي اصلا نطور موبايل ابلكيشن. في نقطة مهمة جدا، وعامة لو انت فاهم ازاي تعمل سيرش ممكن تسكيب الحتة دي. نسيت اقولك ان في ناس كتير جدا مش بتهتم بالسيرش سكيلز او المهارات اللي بتمكنهم من ان هم يقدروا يعملوا سيرش صح. يعني مثلا انت لو جيت تعمل سيرش عن هاو تو ديفلوب موبايل ابلكيشن مش هتلاقي النتائج اللي محتاجها. تعود وحاول دايما تسيرش بالانجليزي، لان في مجال البرمجة احسن المعلومات هتلاقيها هتكون بالانجليزي. فلو انت لسه عندك مشكلة في الانجليزي لازم ضروري تحسنها. فمثلا لو غيرنا الكلمة اللي عملنا بيها سيرش البيسكس اوف موبايل ابلكيشن هتلاقي نتائج احسن، ولو عشوائيا فتحنا اول نتيجة هنلاقي تفاصيل كتير مشروحة، وده بس مجرد مثال بسيط. لكن الطبيعي وانت بتسيرش هي انك تقرا كل المعلومات، لان وانت بتسيرش بتلاقي معلومات بتبدأ تبني عليها السيرش اللي بعده لحد ما توصل للمعلومة الكاملة، ولازم يكون عندك صبر. وبرضه ممكن تدور في فورمز كتيرة زي ريدت. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. يبقى اول حاجه هنعملها هنعمل سيرش بسيط جدا عن ازاي اصلا نطور موبايل ابلكيشن. ساعتها هتلاقي كل الفريم وركس دي طلعت لك، تقوم واخدهم زي ما هم كده وتبدا تشوف انهي اكتر فريم ورك سهل انك تتعلمه، وده بتقدر تحدده بناء على لغه البرمجه اللي انت اصلا متعلمها. وكمان ما تنساش ان لازم يكون للفريم ورك ده كوميونتي كبيره، وكمان الكوميونتي دي تكون اكتف عشان لما تعطل في حاجه تلاقي ناس تساعدك. وتقوم راجع لصفحتك الفاضيه، وتعلم دايما انك قبل ما تكتب كود او تمسك ماوس تبدا تفكر انت عايز الكود ده يكون بيعمل ايه، وتحاول تتخيل الشكل النهائي للناتج من الكود ده. ممكن النقطه دي تبان صعبه شويه، لكن تاني لازم قبل ما تكتب اي سطر كود او تمسك ماوس تكون مفكر كويس جدا انت عايز الكود ده يكون بيعمل ايه، ويكون عندك اي تخيل او تصور للناتج النهائي من الكود ده. تالت نقطه انك تبدا تكتب كل المميزات اللي انت عايز التطبيق بتاعك يكون بيقدمها، حتى لو هتكتبهم بعشوائيه. طب ده حتى لو انا مش عارف ازاي تتنفذ؟ بالظبط كده، حتى لو انت مش عارف ازاي تنفذهم اكتبهم وبعديها رتبهم الاهم في المهم. هو انا معلش ممكن اسالك سؤال صغير؟ هو انا هستفيد بايه من الاخر من الفيديو ده؟ تستفيد ببساطه انك مش هيبقى عندك نفس المشكله اللي عند معظم الناس، وهي انك ما تبقاش عارف ازاي تستفيد من الحاجات اللي انت اتعلمتها في الكورس او في اي رود ماب، او ان انت اصلا ما يبقاش عندك تخيل او تصور اللي اتعلمته ده يقدر يفيدك في ايه قدام. والاهم انك هتكون شغال على حاجه بتحبها وعندك ليها شغف، وكمان قادر تتخيل شكلها في الاخر. وطبعا ده احسن كتير من انك تبقى مجرد بتطبق على تاسكات اتهرست كتير قبل كده. وكمان ده دايما هيخلي يكون عندك بورتفوليو قوي مختلف عن معظم الناس. فهمت. طب كمل كده بقى الخطوات. يبقى اكتب المميزات ورتبهم عن طريق الاهم في المهم، وبعدين تمسك اول نقطه في المميزات وتبدا تسيرش عن ازاي تقدر تنفذها باستخدام التكنولوجي او الفريم ورك اللي انت اخترته. ساعتها هيطلع لك المفاهيم اللي انت محتاج تتعلمها عشان تقدر تنفذ الميزه دي باستخدام التكنولوجي اللي انت اخترتها. وساعتها بس وفي اللحظه دي تقدر تروح لفي اس كود عندك او اي كود اديتور وتبدا تعمل فولدر جديد باسم الفكره اللي انت تخيلتها او المشروع اللي انت حابب تنفذه. بعدين ترجع تاني تعمل سيرش عن ازاي تقدر تبدا مشروع فاضي باستخدام التكنولوجي او الفريم ورك اللي انت في الاخر اخترته، وتبدا في رحلتك في انك تتعلم عن اول مفهوم انت محتاج تتعلمه عشان تقدر تنفذ اول ميزه في المشروع بتاعك. واستنى، في كمان نقطه مهمه، دايما انسى فكره انك تفضل تسال على انهي فريم ورك احسن من التاني، ان الموضوع بيكمن في انك انت تكون عارف مفاهيم معينه او كونسبتس معينه. مش هتفرق في الاول انت اتعلمت المفاهيم دي عن طريق ايه، اهم حاجه انك انت تتعلم المفاهيم دي باسهل واسرع طريقه ليك تقدر تستوعبها. وكده كده كل فريم ورك بيبقى ليه استخدام معين في وقت معين. حلو أوي، انا فهمت وكتبت وراك. يبقى كده عشان ما انساش افكر في مشروع عندي شغف في تنفيذه، وبعدين ارتب المميزات اللي عايزها وادور على اسهل طريقه اتعلم بيها. مظبوط كده؟ بالظبط كده، بس في حاجه كمان انا حابب اقولها.
انا عارف ان في ناس كتير يمكن تختلف معايا على طريقه التعلم دي، بالذات ان الطريقه دي بتفترض انك متعلم اساسيات زي الاو او بي والفور لوبس والفانكشنز وعامه اساسيات البرمجه كلها. لكن الموضوع ببساطه واني بشارك الطريقه اللي بيها اتعلمت وحبيت البرمجه، وقدرت اني في الاخر ابني اكتر من كاستم سوليوشنز لبراندات كبيره في مجالات مختلفه. مع اني اصلا الموضوع ابتدى معايا ان انا ما كنتش بحب البرمجه، لكن كان عندي مدرس زمان علمني ان انا ما اكرهش حاجه، لان ببساطه ممكن يكون المشكله بس في الطريقه اللي انت بتتعلم بيها الحاجه دي، فالاحسن انك تجرب طريقه تانية. وانا مقتنع دايما ان اكتر حاجه تخلي اي حد يستمر في تعلمه هو الشغف اللي بيبقى ناتج من انه شايف النتيجه قدام عينه، والاهم ان هو يبقى قادر يفهم انه ازاي يقدر يوظف الحاجات اللي اتعلمها دي في تطبيق عملي. وده كله من واقع تجربتي، واللي ابتدت بس بفضول عن ازاي مواقع الاي كوميرسز بتتعمل. وساعتها افتكر ان انا كانت دي اول مره في حياتي اعرف يعني ايه فرونت اند ويعني ايه باك اند، ودي كانت اول مره في حياتي اعرف اصلا يعني ايه كلمه فريم ورك في البرمجه، وانا ما كانش معايا غير لغه بايثون. فدورت على ايه احسن الفريم وركس بلغه بايثون، وساعتها بدات اتعلم جينجو. وساعتها اتعلمت حاجه بسيطه جدا، ازاي ابدا بروجكت او مشروع فاضي في جينجو، وان انا بس اطلع ريسبونس بيتكتب فيه كلمه هالو وورلد. كملت في رحله السيرش بتاعتي، وعرفت ان انا علشان اقدر ابني الاي كوميرس بشكل كامل فانا محتاج حاجات زي ال HTML و CSS و JavaScript و jQuery. وبدات اتعلم على قد اللي محتاجه وبس، من غير ما اشغل بالي بحاجات اكتر من كده. يمكن الموضوع كان صعب شويه في الاول، لكن في الاخر قدرت ان انا اعمل اي كوميرس مبني بجينجو، وكمان اتعلمت ازاي اقدر اعمله ديبلوي وارفعه على الهوست او السيرفر. وعلى فكرة ده اللي خلاني اتعلم عن مواضيع اصعب بعدين زي AWS او Amazon Web Services، وبرضه اتعلمتها بنفس الطريقة، وهي ان اتعلم بقدر اللي محتاجه في رحلتي. كأنها لعبة بالظبط وليها مستويات، وكل مستوى بتعدي بيتفتح لك مهارات تساعدك في انك انت تعدي المستوى اللي بعده. ودايما طول ما انت شايف نواتج صغيرة قدام عينك عمرك ما هتحس بالوقت اللي بيعدي وانت بتتعلم. وبس، سلام.